أروع وأسهل قريوش ممكن تحضروه، خفيف مرق مبسس معسل للقلب. ما نطولش عليكم ونروح نبداو الوصفة. هنا عندي بسم الله على بركة الله نديرو 4 كيلات فرينة اللي نكون غربلتهم مليح، نضيف لهم ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، نضيف لهم ملعقة صغيرة فانيليا، ملعقة كبيرة سكر ناعم، ونصف ملعقة صغيرة ملح. نخلط كاع هذه المكونات مع بعض ونروح نضيف عندي لهنايا الزبدة، كاس غير ربع زبدة طارية، وزدت لها 4 مغارف تاع الزيت، يعني المجموع كاس إلا أصبع. نبسها مليح ونروح نضيف حبة بيض كنت ضربتها هكذا، ونضيف هذيك الحبة تاع البيض خليط ما بين ماء وماء الزهر، ونطم العجينة تاعي بهذه الطريقة بشوية بشوية حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية، ما نطريوهاش بزاف وما نيبسوهاش بزاف. انا خدت لي الماء هنايا كاس الا اصبع، ندلكوها مليح ونروحوا نغطيوها ونخلوها ترتاح في الثلاجة. وبعد ما ريحت في الثلاجة نروح نقسمها على 2، وكل كرة نروح نفتحها، نرش سطح العمل بالمايزينا ونفتح العجينة تاعي على شكل مستطيل يكون كبير بهذه الطريقة، ونرش عليه مايزينا في الوسط ونجي نطبقها على 4 بهذه الطريقة. نرجع نفتحها تاني، نرجع نرشها بالمايزينا ونرجع تاني نطويها على 4، ونرجع نفتحها مرة ثالثة بهذه الطريقة. كل ما ورقتوها مليح كل ما كان كل ما جاتكم خفيفة ويجيكم مرقة من الداخل. هنايا هذه الأخيرة نجي نطبقها على 3، نطويها على 3 ونخليها تريح في ساشي على الأقل نصف ساعة باش نجي نفتحها ونخدمها معاكم. هنا بعد ما خدمت كامل العجينة تاعي نجي نفتحها على شكل مستطيل يكون رقيق، لازم البلون دو ترافاي يبان من التحت، يعني كي تحطوا يديكم تحت العجينة تبان، كل ما كان رقيق كل ما أحسن. بالاستعانة بالمايزينا مرة على مرة رانا نرشو بالمايزينا حتى نفتح معنا هاد العجينة على شكل مستطيل يكون كبير. من بعد نجي نحي كامل هادوك الحواف بهذا الجريورة الصغيرة، نعدلهم مليح ونقسم المستطيل تاعي إلى مربعات ولا مستطيلات. أنا درت كل مستطيل راني نقسمه على 9. من بعد كل مستطيل راني رايحة ندير فيه هذه الخطوط، هذه الشرائح، وكل شريحة نروح نفتح كامل هذوك الشرائط بالك ما يكونوش يكونوا متلاصقين، نطويها على 2 وندخل هذا الجنب لداخل ونخرجه لبرا بهذه الطريقة، ونعبس على الأطراف، نرجع نقلعهم بالجريورة هذه الصغيرة، نزيد نعبس عليهم مليح. والحبيبة تاعي تاع القريوش راهي واجدة. نعاود معكم واحدة أخرى، نفتح هذوك الشرائح، نقلب الطرف تاعها في الوسط بهذه الطريقة ونجي نضغط على الأطراف، وهاي ليك الحبة راهي واجدة. خليها حتى نكمل كامل الكمية ونروح نقليها في زيت تكون سخون. تستيتها لهنايا بقرصة تاع العجين، كي شفتها طلعت لي يعني راه الزيت راه واجد. نحط الحبيبات تاوعي في زيت يكون غزير، ما يكونش سخون بزاف باش ما تتعجنناش، وبالمغرفة نفرغ عليها الزيت هذه حتى تتنفخ معايا، خليها تتحمر من الجهة السفلية. من بعد نجي نقلبها بهذه الطريقة تتحمر الجهة الثانية، ونروح نقلعها ونخليها تبرد تماما. وكي نجي نقدمها نروح ندفي العسيلة ونخليها تتعسل مليح ونقدمها بالصحة والهنا، وشاهدكم في الجنة إن شاء الله.